هو مين اللي قال على تفاح تفاح؟ وليه مش اسمه موز مثلا؟ وليه رقم 3 اسمه رقم 3؟ وليه مش رقم 2؟ سؤال شكله من امتحان فلسفه. بس لا، احنا من اول ما وعينا على الدنيا لقينا كل حاجه متسميه، يعني دي تفاحه وده كرسي وده رقم واحد، ومحدش قال لنا مين اللي سمى ولا اخد راينا اصلا، والحاجه نفسها ما بتقولش من فضلك سميني كده، يعني الناس هي اللي بتسمي الاسماء دي علشان تعرف تتكلم وتتفاهم. يعني التفاحه كانت موجوده قبل ما حد يخترع كلمه تفاح اصلا. يعني تخيل لو كل واحد سمى الحاجه على مزاجه، يعني مثلا تيجي تدخل السوبر ماركت تقول له انا عايز اشتري موز، يقول لك عندنا اسمه احمد. والارقام برضو نفس الحكايه، يعني قدامك مثلا 3 كوبايات، 1 2 3، اللي انت شايفه ده بقى الكميه مش الرقم نفسه. يعني رقم 3 ده زي اسم مستعار للكميه. الاسماء وفرت علينا وجع دماغ كبير جدا، ومن غيرها ما كناش هنعرف نعيش خالص. اتفاق بسيط من غيره الدنيا كانت هتبقى فيلم هندي. طيب ليه بقى اسمه فيلم هندي ومش فيلم انجليزي؟ لو عرفت حاجه بقى يبقى قول لنا انت. سلام.